الشرطه متحرشه. خليني نوصيكم معلومه، العبيد راهو يسمعوكم طويل يجلسوكم، لكن الشرطه متحرشه باللمس. عسلامة يا جماعة، وينكم؟ مش نحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. حاسيلو اليوم جيت باش نحكي في موضوع فيما يخص الدنيا الغيني، خاطر ما شاء الله نلقى برشا رسائل، برشا مساجات. فديا وينك؟ علاش انتي مازلتي ما حكيتيش؟ اول حاجه باش نقول انا من الاعلاميين الاوائل اللي باش نحكي على دنيا الغيني، ولا اعلامي جرأ وحكى في تونس على الموضوع. انا تعرفوني كلمتي نقولها وما نخاف من حد شيء، كان ربي سبحانه، فهمتوني؟ ما دامني كلمتي على حق نقولها الاخر نفس كما يقولوا فيها. باش مع كلنا خلينا نتفاهموا اللي دنيا الغيني هي بنت بلادي تونسيه، اوكي؟ باهي بنت بلادي التونسيه، لكن بنت بلادي التونسيه غلطت في كلمه، غلطت انها شتمت الامن، اوكي؟ كانت تنجم تاخذ حقها، فقط تمشي تشكي ويجيبوا لها حقها. خاطر انا كنت في الجزائر ونعرف الجزائر، وخاصه في الولايه اللي تحكي عليها هي تحكي على ولايه عنابه، وتحكي على امن عنابه، وتحكي على اللي تعرضت له في عنابه. انت لو تعرضتي للتحرش طبعا كنت تنجمي تشكي، ياخذوا لك حقك، يجيبوا لك حقك. خاطر انا كنت قبل في عنابه، انا نتفكر روحي رمضان ولت اللي فات، يعني قبل بعام كنت في عنابه، وكنت في مركز عنابه، ونعرف ناس عنابه، وانتم تعرفوني انا مشيت وصورت في عنابه، ومشيت صورت بالليل، والناس ما شاء الله، وفهمتوا؟ وعمره ما صارت لي حاجه في عنابه، وبالعكس انا وقتها اقسم بالله يا جماعه، يا الامن متاع عنابه استضافني باش نشق الفطر غادي، مانيش نحكي فهمتوا؟ استضافني باش نشق الفطر غادي. وكي نقول لكم ما خلوا ما جابوا، تعرفوا واش معناها كي تبدا تاكل الماء والملح مع الناس؟ دونك الواحد ما ينكرش الماء والملح اللي كلاه مع الناس، اوكي؟ هذه الحاجه الاولى اللي نحب نقولها على عنابه، اوكي؟ فهمتوني؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، باهي كلنا متفقين انه بنت بلادي غلطت انها شتمت الامن تبع البلاد والكليكا. ما نجم نقولوا كان نستعرفوا انها هي غلطت انها شتمت. وانتم ما تعرفوا جماعه، في اي دوله حبينا، وخاصه نقولوا تونس والجزائر، اوكي؟ احنا نحكيو على تونس والجزائر. راك في اي بلاد اول حاجه راك تغلط تخلص، راهي معروفه، راك تغلط تخلص، افهماها، راهي مش كان على تونس وكان على الجزائر، في اي بلاد راك تغلط تخلص. لكن وانا زاده الحاجه الثانيه، انا راني متاكده 95% من الجزائريين الكل متضامنين مع دنيا الغيني التونسيه. علاش؟ على خاطر الحبس ما تتمنيهش حتى لعدوك، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، خاطر تونس والجزائر خاوه الاخر الدنيا. والحاجه الثالثه، على خاطر فما برشا جزائريين في السجن متاع تونس، وبرشا توانسه في السجن متاع الجزائر، وهذه معروفه زاده، فاهمين؟ اصلا انا نحب حاجه نفهمها. طلعت العبيد تحكي وبلا والجزائر وتونس، ايش مدخلكم انتم؟ ايش مدخلكم؟ تونس والجزائر باش يحلوها الموضوع، باش تبقاو انتم هكا، باش تبقاو انتم تتفرجوا. ايش مدخلكم بالرسمي؟ ايش مدخلكم؟ كان جيتوا تتدخلوا بالحسنى، كان جيتوا تقولوا في كلام معقول، مرحبا يتدخلوا يا خويا. اما انتم تتدخلوا في بكلام ما يجي شيء، تزيدوا كان في تشعيل النار. هذاك شفتكم كان تشعلوا في النار. نحب نقول دنيا كانت تنجم تجيب حقها بالقانون، وانا نعرف، انا كنت في الجزائر ونعرف، راهو القانون فوق الجميع. راك تغلط مهما كنت في حياتك، راك تغلط راك تخلص. يعني انتوما ما شفتوا الموضوع كان راهو ياما مسجونين، ياما مواطنين من الجزائر مسجونين في تونس، علاه ما تكلمتوش عليهم؟ وبرشا مسجونين او برشا مواطنين من تونس مسجونين في الجزائر، علاه ما تكلمتوش عليهم؟ انا كفاد يا معاوي قديش من مره، قديش برشا مواطنين تويسه وجزائريه يبعثوا لي ميساجات: فاديه بالله احكي لنا، فاديه بالله احكي لنا، فاديه بالله احكي، فاديه بالله يسمعي لنا صوتنا.
فهمتوا؟ انا واحده من الناس، راهي الدنيا الجيني هذه ماهيش اول واحده نسمع عليها هكا، فهمت؟ راني نسمع على برشا عباد. اما انتم عليه ما تكلمتوش مثلا؟ تكلمتوا كان وقت اللي صارت شتيمه، وقت اللي صارت شتيمه وقتها تكلمتوا؟ راي يا جماعه شوفوا، هدوا وصلوا على النبي كما يقولوا فيها. كلنا عارفين، خاصة المساج هذا للتوانسة، كلنا يا توانسة عارفين انه دنيا غلطت في كشتمة الامن. احنا مهما تكون في اي بلاد مستحيل تشتم الامن. انت انا في بلادي، هل تتجرأ انت في بلادي تشتم الامن؟ جيبولي حد شتم البلد وتعدى نورمال، سوى في تونس سوى في اي بلاد اخرى. مستحيل تشتم امن وتتعدى خسارة، تتعدى هكاكا. اما احنا بما انه تونس والجزائر خاوة وشماتة في العدياء، اوكي؟ بما انه تونس والجزائر يا خويا التوانسه الكل تمشي ديما للجزائر، والجزائر الكل ديما تجي لتونس، هكا ديما مع بعضنا، حبيتوا ولا كرهتوا. هذه حطها فوق مخاخكم، تونس يمشوا للجزائر والجزائر تمشي لتونس، ديما هكاكا، غيرك الحدود بيناتنا هيكي هي من الاخر. فهمتوا؟ احنا شنو نطالبوا كشعب تونسي؟ نطالبوا الجزائر نطالبوا الجزائر وشعب الجزائر والحكومة متاع الجزائر والكل انهم يبعثوا لنا دنيا تتحاسب وتتعاقب في تونس. المهم تتعاقب في بلادها، المهم والدها وامها وعائلتها ينجموا يزوراها. فهمتوا؟ لكن بامور قانونيه. احنا ما قلناش دنيا ما غلطتش، لا، دنيا غلطت كي شتمت الامن. فهمتوا؟ انا يا جماعه والله نحكي لكم عن تجربتي، فهمتوني؟ نحكي لكم على تجربتي، اوكي يا جماعه والله العظيم، اقسم بالله العظيم، مشيت العنابه وحدي، مشيت للجزائر العاصمه وحدي، اوكي؟ مشيت لقسنطينه وحدي، مشيت لكاع الولايات وحدي، مشيت لسكيكتا، مشيت للسطيف، مشيت لتبسه، ما شاء الله، اوكي؟ وما زلت باش نزور ولايات اخرى من الجزائر، اوكي؟ اقسم بالله اللي ساهم في نجاح رحلتي للولايات هذوما الكل هو الامن متاع الجزائر والامن متاع تونس، الحدود التونسيه والحدود الجزائريه، والامن اللي الداخل هنا غادي في كل ولايه. انا قلت لكم في عنابه كي مشيت في رمضان الامن استضافني باش ناكل تمر ونشق فطري، اوكي؟ معناها كلينا ماء وملح، معناها فهمتوا؟ راك تقول امن تحرش بي، راهي كلمه غالطه. راه اخي تعرف انت الامن بشنو يمر باش يصير امن على الوطن، راهو اسمه امن وطن. فهمتوا؟ ما ننكروش معناها الحاجه هذه راهي غلطت فيها دنيا. فهمتوا؟ راه ما تغطوش عين الشمس بالغربال ولا كيف تقولها هذه، ما تغطوهاش. فهم؟ ما تغطوش الكذبه بكذبه اخرى، ردوا بالكم، تغطوا كذبه بكذبه اخرى، ردوا بالكم. نقولوا لا، غلطت الطفله، اما نطلبوا من الدوله الجزائريه ترجع لنا دنيا لتونس وخلاها تتحاسب في بلادها. واللي صار الدنيا، شفتوا اللي صار الدنيا باش الناس الكل تتربى. اول حاجه التحرش ينقص، خاطر التحرش نعرفوه في البلدان الكل. تنجم تكون ماشي في الشارع يقولك ايه قطوس، هذا بحد ذاته تحرش لفظي، اسمه تحرش لفظي، ابسط حاجه. كي يقولك هذاك تحرش لفظي، ابسط حاجه. وثاني حاجه باش كل واحد كي باش يجي يسب حد على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه امن البلاد يعرف هيك الدنيا علمتك، هيك البلاد علمتك باش كي تجي باش تعمل غلطه، كي باش تجي تقول كلمه تعرف شنو يستنى فيك. وراو نعاود ونقولها لكم، راو الحبس ما نتشمتوش فيه، راو ردوا بالكم تتشمتوا في الحبس، راو ربي يخلص وحل الناس الكل، راو ربي يفرج على الناس الكل، افهموها. راو الحبس راو الحبس ماهوش فدلك، راهي والدين تخلوهم في ديارهم يبكيوا، راكم انتوما تشدوا الحبس تخسروا حياتكم على خاطركم سبيتوا، ووالدين تقعد تبكي وتندب في الديار. راكم ردوا بالكم تتشمتوا في الحبس، ردوا بالكم تفسدوا مستقبلكم بكلام بشتيمه، راك تشتم راك تخلص، راك تسب راك تخلص، راك تغلط راك تخلص. فهمتوني؟ رانا وصلنا 2024،
راهو القانون فوق الجميع.